بص يا سيدي، الراجل وهو اعزب بيبقى عايش في حاله سياده مطلقه، هو الطيار منفرد في سماء حياته، قراره في جيبه وميزانيته في محفظته. لو قرر فجاه الساعه 2 بالليل ان هو ينزل ويقعد على القهوه او ياخد صحابه ويطلعوا على السخنه، ما بيحتاجش ان هو يقدم بيان حاله لاي حد. هو المسؤول الوحيد عن فوضى اوضته وعن لبسه اللي مرمي في كل حته وعن الطبق اللي سايبه في قلب الحوض. العزوبيه للراجل هي قمه الراحه المؤقته، ولكن في نفس الوقت هي جيره الوحده، وفجاه بتتحول الحياه لشراكه استراتيجيه. بعد الجواز الراجل بيكتشف المساحه اللي كانت ملكه بقت حق انتفاع مشترك، فجاه بقى في حد شريك معاه في الاكسجين اللي موجود في الشقه، لازم يعمل حساب مشاعر تانيه ومواعيد واوقات تانيه واحتياجات تانيه وماديات تانيه. الراجل هنا بيتحول من شخص بيفكر في نفسه لشخص بيفكر في بيته، فجأة بيبقى مطالب ان هو يكون مصدر مادي ومعنوي، ويدخل في صراع يومي بين انا الشخصية القديمة اللي كانت بتعمل كل حاجة واي حاجة في اي وقت، وبين انا الشخصية الجديدة اللي بقى عليها التزامات ومسؤوليات هو نفسه ما كانش يتخيل ان هو قدها. اما الست بتتحول من بنت البيت لوزيرة الدفاع والداخلية، فالتحول عندها بيبقى جذري واعمق بكتير. البنت وهي عزباء في بيت اهلها غالبا بتكون هي المركز اللي الكل بيدلعه، مهما شالت مسؤوليات في سقف فوقيها بيحميها من شيل الهم والضغوط. هي مسؤوله بس عن نفسها وعن لبسها وعن خروجاتها، وبابا او ماما هما اللي شايلين السيستم بتاع البيت. ولكن بعد الجواز الست بتمضي عقد مديرة عمليات شامل، فجأة بتلاقي نفسها بقت هي السيستم ذات نفسه، هي اللي لازم تعرف الملح خلص ولا لا، وهي اللي بتدبر ميزانية الشهر عشان ما يخلصش في اسبوع، كمان هي اللي بتشيل العبء الذهني بتاع البيت كله. الست في الجواز بتكتشف ان هي عندها طاقة نووية، تقدر تنظف وتطبخ وتسمع مشاكل جوزها وتفكر في لبس بكرة وتخطط لمستقبل الولاد، كل ده في نفس اللحظة. جواز للست هو نقلة من الحماية للاحتواء ومن الدلع للإدارة، بتبقى هي العمود الفقري اللي لو مال ثانية البيت كله يقع. الخلاصة اللي عايزك تسمعها ان المقارنة هنا مش مين الأحسن، ولكن المقارنة في النضج. العزوبية هي فترة اكتشاف الذات، ولكن الجواز هو فترة بناء الذات. الراجل بيتعلم يعني ايه يبقى سند، والست بتتعلم يعني ايه تبقى وطن. والفرق ان وانت اعزب انت بطل في قصة قصيرة لوحدك، لكن وانت متجوز انت بطل في ملحمة طويلة فيها مشاكل وفيها ضغوطات وفيها تعب، بس فيها ونس وحياة حقيقية ما بيعرفش قيمتها غير اللي جربها. بص بقى، احنا لازم نعترف بحقيقة مرة، فترة الارتباط او الخطوبة دي هي النسخة التجريبية من البني ادم، والنسخة دي دايما بتبقى خالية من العيوب. الراجل بيتحول من روميو لصاحب البيت المجهد. ايام الارتباط كانت المشاكل الكبيرة عند الراجل هي هنخرج فين، او انت ليه ما كلمتنيش في التليفون، او انه يختلف معاكي على مكان مطعم انت عايزة تروحيه. كان بيبقى جنتلمان لدرجة تخوف، صوته واطي ولابس اشيك حاجة عنده ومستعد ان هو يستناكي تحت البيت بالخمس ساعات عشان بس يشوفك 5 دقايق. ولكن بعد الجواز الصدمة بتبدأ لما روميو ده بيكتشف ان في حاجة اسمها مسؤوليات يومية. المشاكل بتتحول معاه من وحشتيني لهو فين غدا النهاردة، او ليه النور شغال في الصالة واحنا مش قاعدين فيها. الراجل هنا بيتحول لشخص بيدور على الهدوء بأي تمن، وبيحس ان المشاكل التافهة من وجهة نظره زي لون الستاير او مكان الفازة هي استنزاف لطاقته اللي بيضيعها بره البيت عشان يوفر لقمة العيش. اما الست بتتحول من فراشة لجهاز كشف الكذب. ايام الخطوبة الست بتبقى فراشة رقيقة، بيبقى همها الشاغل هي كلمة حلوة وخروجة رومانسية وصورتين كويسين نرفعهم ستوري. المشاكل اغلبها عندها بتبقى انت مهمل فيا، او انت ليه ما قلتليش ان فستاني حلو. ولكن بعد الجواز الفراشة دي بتتحول لجهاز رادار شغال 24 ساعة. المشكلة بتتحول ليه انت رميت شرابك في نص الصالة، او انت ليه ما بقتش تشاركني اهتمامات البيت، انت كنت بتكلم مين وما قلتليش. الست بعد الجواز بتواجه الارهاق النفسي، هي عايزة الراجل يفضل خطيبها اللي بيدلعها دايما، وفي نفس الوقت يكون هو جوزها اللي شايل معاها هموم البيت. والصراع ده هو اللي بيخلق 90% من خناقات البيوت. ونيجي للتحول الكبير، النقطة اللي بتفجر الخلاف. فخليني اقول لك ان المشاكل قبل الجواز كانت اختياريه، يعني لو اتخانقتوا مع بعض كل واحد فيكم بيروح بيت اهله ويقفل موبايله وينام. ولكن بعد الجواز المشاكل اجباريه، انتوا الاثنين محبوسين في 100 متر، لازم تحلوا المشكله دلوقتي او على الاقل النهارده عشان تعرفوا تناموا على نفس السرير بالليل، او على الاقل عشان تعرفوا تفطروا مع بعض الصبح. الارتباط كان استعراض عضلات عاطفي، ولكن الجواز هو مصارعه حره مع الواقع. وخليني اقول لك ان المشكله مش ان الحب قل، ولكن المشكله ان الاقنعه اللي انتوا كنتوا لابسينها وقعت، بقينا بنواجه بعض بعيوبنا الحقيقيه اللي ما كانتش متشافه وقت الارتباط او الخطوبه. ومن هنا بتبدا المعركه الحقيقيه، هل هنكمل واحنا بنقبل عيوب بعض، ولا هنفضل نتحسر على ايام الخطوبه اللي مش هترجع؟ خليني احكي لكم قصه قصيره كده. بصوا يا رجاله، الكهف زمان خالص قبل ما نخترع النار وقبل ما نعرف يعني ايه شاحن موبايل، كان في واحد صاحبنا اسمه زعبور. زعبور ده كان برنس زمانه، بيصحى الصبح يمسك الحربة بتاعته ويروح يصطاد ماموس ويرجع ياكل وينام على الصخرة في الشمس.
حياته كانت بيس بلغة العصر الحجري يعني، لحد ما قرر ان هو يشارك الكهف بتاعه مع شلبوية، واول اسبوع بينهم كان عسل بري، هو يصطاد وهي تشوي والقعدة كانت قشطة، لحد ما في يوم زعبور رجع الكهف تعبان، رمى الحربة بتاعته في نص الكهف ونام. فجأة لقي شلبوية واقفة فوق دماغه وماسكة صخرة كبيرة وبتقول له بلغة العصر الحجري: ايه القرف ده يا زعبور؟ هو انا كل يوم هلم وراك السلاح؟ وبعدين ايه ريحة الماموس اللي في هدومك دي؟ هو ايه مفيش تقدير خالص؟ صاحبنا زعبور اتصدم، بص لها وقال لها: يا بنتي انا لسه جاي من معركة مع ديناصور، سيبيني انام وارتاح شوية. قالت له: تنام ده ايه؟ ده الكهف اللي جنبك هيركليس جاب لمراته جلد نمر ايه؟ براند، وانت لسه ملبسني جلد معزة مقطع. ومن هنا بدأت اول خناقة في التاريخ. زعبور اكتشف ان الحرية راحت، وشلبوية اكتشفت ان الدلع بتاع بيت ابوها خلص، وبقت هي المسؤولة عن نظافة الجدران من رسومات الأطفال. والدرس المستفاد من القصة دي إن الخناقات هي ولكن اللي اتغير الأدوات. زمان كانت الصخرة هي اللي بتترمي، ولكن دلوقتي الكلمة هي اللي بتذبح. الجواز هو من مليون سنة، لو ما فيهوش احتواء الكهف هيقع على دماغ اللي فيه. احنا وصلنا لأكتر منطقة شائكة بتدمر بيوت كاملة، ألا وهي منطقة العناد والمساواة الندية. احنا عايشين في زمن بقى الكل فيه بيسأل، الست تقول لنفسها: هو أنا أقل منه؟ والراجل يرجع ويقول لنفسه: هي ليه فاكره ان كلامها هي اللي هيمشي؟ وده فخ النديه، العناد المدمر. المشكله بتبدا لما الراجل والست بيتعاملوا مع الجواز على ان هو حلبة مصارعه، لازم واحد فيهم يكسب التاني. الراجل بيشوف ان التنازل ضعف او هز لسيطرته، والست بتشوف ان الطاعه الغاء لشخصيتها. وهنا العناد بيتحول لمرض، ممكن يفضلوا يتخانقوا مع بعض اسبوع لمجرد ان مفيش حد فيهم عايز يبدا بكلمه حلوه للتاني، وعندانين على بعض، او لان كل واحد فيهم واقف للتاني على تكه. والحقيقة اللي عايز اقولها لك ان في الجواز لو واحد كسب التاني فانتوا الاتنين خسرانين. الجواز هو المكان الوحيد اللي المكسب فيه لازم يكون مشترك. وخلينا نروح مع بعض لتاني حاجة، وهي سيكولوجية الادوار، التكامل مش التنافس. عشان العلاقة تنجح لازم نفهم ان الراجل والست متساويين في القيمة بس مختلفين في الادوار. الجواز عامل زي فريق الكورة، ما ينفعش ال11 لاعب يقفوا حراس مرمى، ولا ينفع ال11 لاعب يكونوا الهدافين. ودور الراجل هنا هو القوامة بالاحتواء. دورك مش انك بس تجيب فلوس، دورك هو انك تكون مظلمة الامان للبيت. القوامة مش ديكتاتورية، القوامة هي مسؤولية. الراجل الذكي هو اللي بيعرف يمتص غضب مراته ويحسسها ان هي في حماه، مش انها ند ليه في كل كلمة. ودور الست هو السكن والتدبير. دورك هو انك تكوني الروح اللي بتخلي الحيطان والسقف دي تبقى بيت. وخليني اقول لك ان الست بذكائها العاطفي تقدر تخلي الراجل يعمل اللي هي عايزاه بكلمة واحدة منها حلوة، مش بالعناد. هي اللي بتدير التفاصيل النفسية اللي بتخلي الراجل يحس فعلا ان هو ملك في بيته، فبالتالي بيديك عينيه. تالت حاجة وهي السر الذهني، المرونة. العلاقة اللي بتكمل دايما هي اللي بيبقى فيها مرونة، يعني النهاردة انت تعبان فهي تشيل، بكرة هي مضغوطة فانت تحتوي، ان يبقى في تبادل ما بينكم. المساواة الحقيقية هي انه كل واحد يشيل التاني وقت ضعفه، مش اننا نقسم الهمم بالمسطرة ونقف لبعض بالثانية. الجواز الناجح هو اللي بيقوم على مبدأ التغافل، اننا نعدل بعض الصغائر عشان نحافظ على الكبائر. لو كل واحد فيهم ركز في دوره مش في حقوقه بس، الميزان هيتعادل لوحده. الجواز مش صراع مين اقوى، ولكن الجواز هو سباق مين يقدر يسعد التاني اكتر. ولو فهمتوا الجملة دي مفيش باب هيتقفل في وشك ابدا. وفي النهاية الجواز مش فخ زي ما ناس كتير بتصور لك، ولا هو جنة طول الوقت زي ما بتشوف في الافلام. الجواز هو اكبر مشروع استثماري هيدخل في حياتك، والربح فيه مش فلوس، الربح فيه السكن والونس. الخلاصة اللي عايزك تخرج بيها النهاردة هي انك لو فضلت تدور على حقوقك بس هتتعب وهتعيش في صراع دائم، ولكن لو بدأت تسأل نفسك ايه اللي انا ممكن اقدر اقدمه عشان اخلي المركب دي تمشي، صدقني هتلاقي الدنيا اتغيرت 180 درجة. الراجل محتاج تقدير والست محتاجة احتواء. لو كل واحد فيكم قدم للتاني اللي هو محتاجه بجد، الخناقات التافهة دي هتتحول لذكريات تضحكوا عليها سوا وانتوا بتشربوا الشاي بعد 20 سنة. ودلوقتي جه وقتك انت. يا ترى ايه اكتر نصيحة سمعتها النهاردة وحسيت ان هي لمست الواقع بتاعك؟ وايه الجملة السحرية اللي بتنهي اي خناقة في بيتكم؟ شاركونا تجاربكم في الكومنتات وانا هقراها كلها وهرد على اكتر قصة ملهمة ومضحكة. ولو الحلقة دي عجبتك وحسيت ان انا قدمت لك قيمة، ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير لكل واحد مقبل على الجواز او غرقان فيه ومحتاج طوق نجاة. انا وليد، ودي كانت حلقة النهاردة من برنامج المفيد. اشوفكم يوم الاحد القادم الساعة 7 مساء في حلقة جديدة وموضوع جديد يهمنا كلنا. والسلام عليكم.